السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. شفت الحلاوة؟ شفت الجمال؟ ده بسكويت من غير بيض، من غير لبن، من غير زبدة، من غير سمنة، من غير لا، بدقيق. ودي اشكال عملناها بايدينا كده هون، واللي في الطبق الكبير بالمكنه اللي هي العاديه بتاعتنا. ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم في رجب، اكثروا الدعاء في رجب. ربنا بيزود الارزاق في رجب. يلا بينا ونعمل حاجه حلوه بمناسبه شهر رجب، والحمد لله كنت صايمه وانا بعمل البسكويت دون، وما شاء الله طلع تحفه تحفه تحفه. ساره حبيبتي كلت منه وقالت تحفه. ايه رايك فيها ساره؟ بالهنا والشفا يا حبيبي. ونافش وجميل ومن غير بيض ومن غير لبن. هما برتقانتين وايه ونص كيلو دقيق، عملنا كمية بسكويت تحفة تحفة. رجعنا بأيام العيد كده، يا رب يجي علينا بخير كده يا رب، ويقوم بنتي بالسلامة يا رب، ويقوم بنتي بالسلامة. هتولد في رمضان إن شاء الله. فده كان البسكويت بتاعنا يا حبايبي النهاردة. هندخل دلوقتي نشوف الطريقة بتاعته. البسكويت بتاعنا بنص كيلو دقيق، وجبت برتقانتين. يعني الاول جبت برتقانتين، هما كانوا عندي، هما البرتقانتين دول. ولا برتقان بسرعة عادي، مش لازم برتقان بلدي يعني. وجبت المبشرة وبشرت القشر بتاعهم، وبعد كده هقشرهم وهضربهم بنص كوباية مية في الخلاط، واصفيهم بالمصفى العادية خالص عشان خاطر اخد منهم عصير برتقان. نص كوباية الا ربع عصير برتقان حطيتها على ايه، على نص كيلو دقيق. هو خد معلقتين دقيق تاني زيادة. وكوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع سكر، معلقتين نشا. وده النوع الدقيق اللي انا كنت جايباه معاكم في مشتريات من كارفور. تحفه. واربع يعني هما نص كيلو، 4 كوبايات دقيق. وبشره برتقانتين. وهنحطه. يا لهوي الخلاط وقع، الحمد لله ما اتكسرش ما اتكسرش. احنا ناقصين يا بابا، احنا مش ناقصين نجيب خلاط جديد. وكيس طبعا بيكون باودر. طبعا البسكوت ده الماده الوحيده اللي هترفع فيه هو البيكون باودر، عشان كده هنحط الكيس كله. لو ما بيتحط له بيض بنقلل شويه البيكنج باودر. ودي كوبايه الا ربع العصير اللي احنا صفيناه، ضربته في الخلاط وصفيته. طريقته سهله جدا يا جماعه، والله العظيم تجربوه. حطينا الزيت على السكر على عصير البرتقال على بشر البرتقال في الخلاط كله، وهنضرب. اسهل حاجه، اكنك بتعملي كيكه، واسهل من الكيكه والله العظيم. ولو ما عندكيش مكنه عادي اعمليه باشكال، اعمليه يعني انا الحته اللي فاضت في الاخر عملتها اشكال اوريها لكم. حطينا بقى كله في الخلاط وهيتضرب كله في الخلاط دلوقتي. صلوا على النبي يا حبايبي، اكتروا من الصلاة على النبي في الايام المفترجة دي، عشان خاطر ايه؟ ربنا يوسع رزقكم ويبارك في حياتكم ويبارك في اولادكم يا رب، اللهم امين. هنشغل بقى الخلاط وهنضرب الخليط كله مع بعضه. وطبعا احنا هنحط الدقيق حسب نوع الدقيق، يعني هو ده دلوقتي انا بضربه حسب نوع الدقيق. انا الدقيق خد مني معلقتين دقيق تاني زيادة. يعني ما انا كنت حاطه نص كيلو وزناه بالظبط، بس خد مني معلقتين دي زياده. ممكن زودت حبه البرتقال، معلقه زيت كده. يعني مش بال كده يعني. فطبعا البسكويت ما بيتعجنش يعني البسكويت على طول اهم حاجه تلمي العجينه بس بطراطيف ايديك كده اهو. حطينا بقى معلقتين النشا، وهنحط ذره ملح. وعلى فكره نسيت احط معلقه خل، بس طلع جميل برضو. يعني لو انا نسيتها، بس حط معلقه خل. بس والله طلع جميل قوي وطلع هايش. والنص كيلو ما شاء الله كتير. العيال يقولوا لي ايه يا ماما، انت عامله لنا البسكويت بدري؟ قلت لهم ده نص كيلو لعب عيال، يعني احنا في العيد بنعمل كتير. يا رب بس بنتي تقوم بالسلامه كده ونعمل ان شاء الله. وحطيت كيس البيكنج باودر كله على نص كيلو دقيق، كيس البيكنج باودر كله. وحطيت معلقتين نشا وذره ملح بس. وهنحط بقى الخليط اللي انا ضربته في الخلاط، وهنقلب كده بالمعلقه شويه. وبعد كده بقى ايه، تدخلي بايديكي تلاقيت العجينه سايله بتلزق شويه في ايدي، حطيت لها معلقتين دقيق بس، معلقتين دقيق. والعجينه كانت في ايديكي ايه حلوه كده اهو. وجبت مكنه البسكويت. اللي ما عندوش مكنه بسكويت عادي بططيها كده، وبالشوكه اعمليها، بالقمع اعمليه. قومي فرحي ولادك بنص كيلو بسكويت. الحاجه دلوقتي بقت غاليه، وكل حاجه موجوده عندنا في البيت، ولا زبده ولا بيض ولا لبن. البسكويت اللي بيتعمل بزبده ولبن بيبقى طعمه حلو برضه، بيبقى فيه قيمه غذائيه. بس لو ما عندناش نعمل كده عادي. وبرضه البرتقال حلو يعني قيمه غذائيه. بص انت تعرفي العجينه نجحت من ايه؟ لما تفتحيها كده تلاقيها مخرمه من جوه.
يعني كده العجينه تبقى ايه، ما اتعجنتش قوي، البسكوت ما بيتعجنش. انا طبعا ركبت مكنه بسكوت في الرخامه، وانا كنت محوله كده يعني مش عارفه ادور، فقلت اوريكم بس وحدتين كده يعني. وبعد كده نقلناها في حته تانية بقى، ومحمد قاعد يدور عليا، ابن بنتي. دي نقشه، دي النقشه اللي انا بحبها. انا عندي موسين نفس النقشه دي، بس انا عملت الاتنين دول، وبعد كده جبت الموس اللي زيه التاني. فطلع شكله ارسم مرسوم كده احلى يعني. بس كنت ما بصورش بقى ساعتها، قلت يلا بقى انتوا هتشوفوه انتوا مستوى، هو ده. بس ده كان بموس تاني، نفس الموس، مش هو واحد غيره يعني. وعملتهم طلعوا 6 صواني، يعني النص كيلو دي طلعوا 6 صواني. اتنين صغيرين والتلاتة واربعة كبار. بصوا ما شاء الله شكله جميل ازاي، وبعد ما استوى بص شكله جميل ازاي. هو نفش بس ما نفش قوي يعني، هو الوسط يعني مش الهيشه، وبص النقشه باينه فيه. بس التصوير والله في الاخر مش باين قوي النقشه، بس هي النقشه غارزه كده. والقعر بتاعه جميل ومقرمش. مش الدايب ومقرمش كده جميل، ما هو معمول بزيت. هو الزيت بيقرمش عموما يعني، حتى لو عاملاه بسمنه لا حط سمنه على زيت، او سمنه على زبده، يعني اللي انت عاوزاه. دي بقى حته العجينه اللي فضلت في قلب المكنه، طبعا اللي عنده مكنه عارف اللي بيفيد حته عجينه. فطبعا ايه، إن انا هشكلها لكم بحيث لو انت عاوز تعمليه وما عندكيش مكنه، ممكن تعمليها على كيس بلاستيك عادي، وتبططيها عادي كده، وتروحي مقطعاها بالسكينه، او البتاع اللي انا قطعت بيها هتشوفوا دلوقتي معايا هقطع بيها ايه. البيضه اللي بتاعت الاولاد اللي بيلعبوا بيها، اللي بيجيبوا فيها حاجه حلوه دي، لعبه اسمها البيضه يعني كده. انا كنت عيناها بقطع بيها لما اكون هعمل حاجات يعني زي قطاعه كده يعني. لان انا للاسف كان عندي قطاعات كتير، بس الاولاد بيجوا يفتحوا الادراج فكله ضاع، كله بيترمي. فيعني ربنا يخلي يا رب. فكده انا بفرد العجينه، وهقطع بقى بالقطاعه اللي هي لعبه البيض دي يعني قطاعه صغيره، هي مش قطاعه ده، هي حاجه عندي لعبه. اللي عنده اولاد صغيره عارفين اللعبه دي فيها ايه، بتشتريها، هي اسمها لعبه البيضه هي دي. اقطع بيها كده، وبعد كده وممكن بالشوكه تعملي كرة كده وتبططيها كده زي بالشوك كده، وممكن تبططيها وتقطعيها بالسكينه كده وتعملي بالشوكه. اشكال كتيره، وممكن اشكال بتتباع. يعني مش هتحيري نفسك وما تدوخيش نفسك، قومي اعملي اكنها صينيه كيكه بالظبط، اكنها صينيه كيكه والله. ومش مكلفه وحاجه نفطر بيها مع كوبايه شاي بلبن، كوبايه قهوه بلبن، ونروح عاملين كده شكل بالشوك كده، طلع شكلها تحفه والله. الاولاد فرحوا قوي يعني، فرحتهم يعني انا كنت لسه مخلصين الكيك اللي انا عملته. كيكه ابو شوكولاته، والله العظيم كان جاتوه مش كيكه، والله العظيم كان نفسي تجربوها. ادخلوا على فيديو كيكه يا جماعه وشوفوه، والله جميله تحفه تحفه. وما تحطوا لو مش عاوزين، لا مش مهم تحطوا 70 الموز في الكيكه يعني. احنا دلوقتي في فيديو البسكويت بقى، خلينا نخلص البسكويت. ده بقى شكل الايه اللي انا عملته بالايه، بالشوكه. خلاص بقى كده انا كده خلصت، وده منظر البسكويت بتاعنا يا حبايبي. وطبعا لو يعني كده انا بوريلكم البسكوت اهون، والبسكوت تحفه تحفه ومقرمش وجميل. ويا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك، واهم حاجه اللايك عشان الفيديو يرتفع غيركم يستفاد منه. يا ريت يا ريت تحطوا لايك، ما تنسوش اللايك يا جماعه، نفسي الفيديو يترفع بحق الايام المفترجه دي. نحط لايك وصلي على النبي في التعليقات، اكتبي لي تعليق قولي اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واعملي الوصفه دي وجربيها، واكتبي لي برده في التعليق اللي انا جربت الوصفه دي وتطلع ناجحه معاكي ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب يعود عليكم الايام بخير، وان شاء الله اقابلكم بقى ايه في بسكويت العيد ان شاء الله ان شاء الله. متنسوش تشتركوا في قناة العب مع مودي. اشتركوا في قناه العب مع مودي يا جماعه، عشان مودي دلوقتي عاوز حد يشترك له في القناه بتاعته. باي باي.